يلا بقى نستعد وننبت الفول النابت عشان الجمعة العظيمة. كل سنة وانتم طيبين. طبعا مش ممكن نكون في قناة أكل صيامي وما اعمل لكمش الفول النابت بتاع الجمعة العظيمة، فقلت اعمله بدري شوية عشان ايه، على ما تشوفوه تلحقوا تستعدوا وتعملوه. انا طول عمري بعمل الفول النابت او بنبته بطريقة معينة. السنة دي بصراحة غيرت فيها حاجات، فقلت لا لازم ايه انزلها لكم. انا كانت طريقتي في التنبيت ان انا بجيب الفول النابت. انا دلوقتي جايبه مثلا نص كيلو، بنقيه من اي طوب او حصى فيه او اي حاجه واغسله كويس، وبعدين انقعه حوالي 12 ساعه. يعني انا بعمل الموضوع ده الصبح، افضل نقعاه في الميه تكون مغطياه، انقعه لغايه مثلا بالليل، واجي بالليل ادلق الميه بتاعته اكبها واسيبه طول الليل من غير ميه، واجي الصبح اروح حاطه ميه، واجي بالليل اكب الميه، وهكذا. كنت ايه كده حوالي 3 ايام الفول بتاعي بينبت وبيبقى جميل وحلو جدا. هو طريقه حلوه جدا، ولا بحط في قماش ولا بحط في فوطه ولا الكلام ده خالص. السنه دي بقى ايه، غيرت حاجه، اللي هي ايه، مش بخليها 12 ساعه و12 ساعه او صبح وليل، لا، بخلي فتره وجود الفول في الميه اقل من عطشان الفول. بمعنى ايه، انا اول ما بحط الفول بسيبه كده حوالي 12 ساعه في الميه، بعد كده ادلق الميه واسيبه فتره طويله من غير ميه، وبعد كده احط له الميه حوالي ساعتين 3، وبعدين ادلق الميه. فاهمني؟ بمعنى ان الفترة اللي فيها الفول فيه مية بتكون فترة مش كبيرة، حوالي 3 ساعات مثلا في اليوم ولا حاجة. بالطريقة دي التنبيتة بتاعته بتكون اكبر، بتكون حجمها اكبر. فلو انت بتحبي ان الفول يبقى متنبت قوي، امشي بالطريقة دي، هتديكي تنبيتة اطول. اما الطريقة الاولانية بتاعتي كان صبح وليل اغير المية. لغايه قد ايه بتختلف بقى من شتاء لصيف يا جماعه. يعني في الصيف التنبيت بيبقى سريع اسرع، في الشتاء بيبقى بياخد وقت اطول. انا هنا خد معايا حوالي 3 ايام. كنت اول يوم 12 ساعه انا ايه نقع الفول، تمام. وبعد كده ادلق الميه واحط ميه، احط الميه قد ايه، قلنا حوالي ساعتين او 3. شايفه التنبيته بتاعته بتبقى طويله ازاي، ساعتين 3 في اليوم بس الفول بتاعي متغطي. انا كده ايه الفول بتاعي كده خلاص تمام. انا بعد 3 ايام لقيت الفول ايه خلاص، خد الايه التنبيته بتاعته وخلاص. التنبيته زي ما احنا شايفين كده طويله وكويسه. اكتر من كده لا هيبوظ معاكي. طالما وصلت للمرحله دي لازم بقى اطبخه. بجيب بقى ايه حله على النار، حطيت فيها زيت، وبعد كده انا بحب التوم بتاعه كتير، وبعد كده بقليله التوم. يمكن طريقتي برضو مش هتلاقيها منتشرة قوي، بس فعلا بجد احلى طريقة. يعني انا جربت الطريقة دي والطرق التانية، لا احلى طريقة الطريقة دي، واللي بعتمدها طول عمري بعملها. بحمر التومة، وبعد كده ايه انزل عليها بالمية، مية من الحنفية عادية خالص. لو وصلتي بقى معايا لغاية كده، لايك للفيديو وشير لأصدقائك، ولو ما اشتركتيش في القناة يشرفني اشتراكك في قناة أكل صيامي. بعد كده بنزل بايه مرقه خضروات، مرقه بودر، ممكن لو مرق مكعب مرق برضو عادي، مش عايزه خالص براحتك. بعد كده طبعا الكمون، نص معلقه من الكمون، وبحط ورق لورا وحبهان. فعلا بجد جربي طريقتي وقولي لي رايك فيها ايه. وبسيب الشوربه دي تغلي مع بعضيها، مجرد ما غلت هنزل عليها بالفول. طب كميه الفول اللي انا كنت عاملاها كتيره، انا هشيل جزء منها في الفريزر واطلعه وقت ما احتاج اعمل نفس الخطوات دي، واقلل التقليه بتاعتي بالتومه وكل الكلام ده، واول ما تغلي اسقط فيها الفول وهو متلج. تمام كده ايه خلاص. هغطي بقى على الفول بتاعي، بديله الاول معلش قبل ما اغطي مهم جدا عصرة ليمونة، نص ليمونة كده عصريها، دي بتحافظ على المية بتاعته ان تفضل لونها فاتح وجميل ولونها ما يغمقش. وبعد كده اغطي على الفول واسيبه لغاية ما ايه ما يستوي. ما بياخدش وقت معايا، يعني اقل من نص ساعة هتلاقيه استوى معاكي. بدوس على الفول الاقيها استوت خلاص، احط بقى الملح بتاعي، شايفة لونه وكده. وبألف هنا وشفا، اتمنى ان انتوا تجربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه. وكل سنة وانتوا طيبين،